كولر ورحيل كولر حصل الجلسه لوز اللوز. كابتن محمد شوقي كابتن محمد رمضان قعدوا مع كولر. خد يا عم كولر قول لنا بقى تعالى اسباب الهزيمه ايه، واسباب التعادل ايه، واسباب سوء النتائج ايه. معايا تفصيله لوز اللوز، لان كلموه في شويه نقاط يعني ما اقولكش. والاجتماع ده خرج كابتن محمد رمضان وكابتن محمد شوقي كأن لم يكن في اجتماع. ايه اللي حصل يا ابو سيد؟ هقول لك، خليك معايا لاخر الفيديو. وكمان ده انا اقول لك على البديل، النادي الاهلي بيحضر البديل. كمان في ابو السيد عبد الواحد السيد ورساله غامضه. حازم امام وميدو مالهم؟ عايزين ابو العلا. معايا تفصيله برضو لوز اللوز. بالله عليك يا اخي اذا عجبك الفيديو ما تبخلش على باللايك والاشتراك وتفعل الجرس وخير ميدو والصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا عجبك الفيديو ما تبخلش على باللايك، ما عجبكش الفيديو برضو ما تبخلش على باللايك. واهم حاجه من اي حاجه الصلاه على الحبيب، الصلاه على الحبيب، الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قصه وحكايه اللايك الجميل بتاع حضرتك، لان اللايك بيدعمني وبيدعم الفيديو، فما تبخلش على باللايك. تدوس تكه واحده كده بصباعك الجميل، مش هتدفع فلوس. لما تعمل لايك كده خلاص الموضوع خلص. طيب صلى على الحبيب ودي اللايك دلوقتي. طبعا بعد تعادل النادي الاهلي مع نادي الزمالك وغضب جماهيري، يعني انت مش اتعادلت وعملت مباراه كويسه، لا ده انت تعادلت باداء زي الزفت، معلش يعني اللفظ، باداء باهت، اداء تعبان. كولر خايف، كولر جبان، كولر نقل الخوف والجبن ده نقلهم للاعبين. علشان كده ما شفناش لعيبه النادي الاهلي عندهم الشراسه او الحماسه ان يكسبوا النادي الزمالك. بالعكس نادي الزمالك هو اللي كان ممكن يفنش، هو اللي كان ممكن يجيب هدف الفوز على النادي الاهلي. 3 مباريات لعبناهم في اخر 3 شهور ولا حاجه. السوبر الافريقي، السوبر المصري، واول امبارح في الدوري. معلش الزمالك وحش في اسوأ حالاته، ما عرفتش تكسبه. اتعادلت، اتهزمت ضربات جزاء، اتعادلت، كسبت ضربات جزاء، واول امبارح اتعادلت مع الزمالك. وكل ده باداء باهت، اداء تعبان، اداء ما فيهوش شخصيه النادي الاهلي. طول عمرنا كنا بنشوف لاعبين نادي الزمالك نازلين قبل المباراه خايفين، هايبين النادي الاهلي. لا دلوقتي خلاص ما فيش الكلام ده. دلوقتي لعيبه نادي الزمالك مش خايفه، لعيبه النادي الاهلي هي اللي خايفه. وده اذا رجع للمدرب. طب ايه اللي حصل يا ابو سيد؟ طبعا غضب الجماهير اللي حصل. طبعا جماهير نادي الزمالك فرحانه، قادرين نادي الزمالك فرحانين. ليه فرحانين؟ بالتعادل، خدنا نقطه ما كناش نحلم. لكن غضب جماهير النادي الاهلي هو ده اللي عمل بلبله في اداره النادي الاهلي، هو ده اللي خلى في جلسه كابتن محمد رمضان والكابتن محمد شوقي مع الكابتن مارسيل كولر. طبعا مارسيل كولر رافض تماما الجلوس مع لجنه التخطيط، قال لك ما اقعدش معاهم، اذا كنت هقعد مع المدير الرياضي. طب الجلسه حصل فيها ايه يا ابو السيد؟ صلى على الحبيب ودي لك دلوقتي بعد اذن حضرتك. قال له خد تعالى يا عم كولر. هم اصلا شايفين ان في تشبع من مارسيل كولر، في تشبع. مارسيل كولر مش هو ده مارسيل كولر. وانا قلت لك لو متابعني قلت لك ان السنه دي من اول الموسم مارسيل كولر مش هو مارسيل كولر بتاع السنه اللي فاتت، مش هو مارسيل كولر بتاع السنه اللي فاتت، لا مختلف تماما. قالوا له خد تعالى يا عم كولر، قلنا لك تعالى اعمل معسكر، قلنا لك تعالى اعمل معسكر لمده يومين قبل مباراه نادي الزمالك. حضرتك ما عملتش ليه؟ قال لهم بصوا اصل ملوش لازمه. ما انا اقول لك بقى السؤال والجواب. قال لهم ملوش لازمه لان مباراه عاديه ب3 نقاط. قالوا له لا دي مش مباراه عاديه، احنا قبليها قلنا لك ده مباراه ديربي ومهم جدا انك تفوز، مهم جدا انك تفرح جماهير النادي الاهلي. وانت رفضت ليه؟ قال لهم مباراه ملهاش لازمه، مباراه ب3 نقاط زيها زي اي مباراه عاديه في الدوري. طبعا ده راجل كده، راجل على الله. اذا ما كنتش تعرف مباراه النادي الاهلي والزمالك انك لازم تفوز على الغريم التقليدي اللي هو نادي الزمالك، يبقى انت مالكش مكان في النادي الاهلي. ده انت حتى اتعادلت ويا ريت عملت يعني اداء كويس، لا ده انت عملت اداء زي الزفت. اللعيبه كلها خايفه، اللعيبه كلها يعني اقول لك ايه بس. قالوا له كمان خد يا عم كولر توظيف اللاعبين وعدم اشراك بعض اللاعبين زي محمد هاني وزي كريم الدبيس. انت اشركت كوكا وكوكا راجل على الله. قال لهم لا تعالوا، انا كوكا اشركته علشان خاطر في الحته الدفاعيه احسن، في الحته الدفاعيه احسن. قالوا له طب واكرم توفيق؟ قال لك اكرم توفيق قوي في حته الدفاع. قالوا له ازاي؟ ده احنا الاهلي واحنا اللي هندافع، ده الزمالك مش في افضل حالاته، ده الزمالك وحش. ومعلش يا كوتش انا بقى دي حته من سيد عرب بقى بقول لك معلش لو انت خايف من بنطايق
انت لو هاجمت على بنطايق بيصيروا غصب عنه، المدير الفني الزمالك هيوقف بنطايق مش هيخليه يطلع. ليه؟ لان كل ما هيطلع هتلاقي محمد هاني شارخ، هتلاقي حسين الشحات شارخ، رفعات شوط باصات فغصب عنه بنطايق هيقف. انت بخوفك ده وجبنك ده اشركت لاعبين ما لهمش اي لازمه في المباراه. يا جدعان ده كوكا هو كوكا عمل ايه في المباراه؟ معلش يعني الجون جه من ناحيته، الجون جه من ناحيته. ما هو الثرو اتعمل من ناحيته، او الاسيست اتعمل من ناحيه كوكا، صح كده؟ كوكا بيعمل ايه في المباراه؟ عمل ايه في المباراه؟ بياخد الكوره بيرجعها لزميله، بياخد من اليمين يحطها للشمال. محدش فينا يقدر يعملها ده انا احمد ابني يقدر يعملها، ده انا محمد ابن الصغير يقدر يعملها. فانا ما اعرفش الصراحه، ما اعرفش كوكا ده عامل لمارسيل كولر ايه يعني. انا مش فاهمه. طب ما اشركتش كريم الدبيس ليه؟ ما كان كوكا قال لهم لا اصل انا عايز استغل كريم الدبيس في حته الجناح، انا شايفه في حته الجناح احسن. يبقى انت دي رؤيتك غلط، رؤيتك غلط يا عم كولر. قالوا له خد كمان يا عم كولر، معلش يعني ليه انت ما بتعملش مباراه تجريبيه بعد كل مباراه يا سيدي؟ تبص على البدلاء يا سيدي اللي انت منفض لهم، تبص على البدلاء اللي انت مش عايز تشركهم. المعروف اللي احنا كنا بنشوفه، قالوا له كده، المعروف اللي احنا كنا بنشوفه احنا كلاعبين ان بعد اي مباراه بيبقى فيه كده مباراه تجريبيه مع اي نادي، يعني نادي في القسم الثاني، مباراه تجريبيه كده بتشوف البدلاء يعني اللي انت ما شفتهمش. قال لهم لا انا بعد اي مباراه بعمل استشفاء عادي يعني تاني يوم بعمل استشفاء وتالت يوم تدريبات عادي. فالراجل بص، الراجل يعني حتى اجاباته مش اجاباته يعني ايه تقنع. ده انا هقول لك كمان على التقيل، قالوا له خد كمان يا عم تعالى يعني تاخير التغييرات. يعني انت لما ليه الاهلي لما بيكون وحش وفي لعيبه مش في حالتها ليه ما بتغيرش وتعدل من الخطه عشان خاطر النتيجه تتعدل يا كمان؟ قالوا له كمان تعالى انت في لعيبه موتها، انت في لعيبه موتها، انت اشركت عمر الساعي، الراجل كان زي الفل معاك في المرتين اللي انت ولا الثلاثه اشركت عمر الساعي، كورتين في العارضه وبيهاجم وسروهات وباصات حلوه والدنيا زي الفل. ما بتلعبوش السوليه اديته والراجل اجاد برضه ما بتدوه يعني ما بتدهمش. ليه؟ عايزين نفهم ليه. قال لهم دي رؤيه فنيه. يعني ايه رؤيه فنيه عشان نبقى فاهمين؟ لا دي رؤيه فنيه دي بتاعتي انا. بص اجابات يعني، لا ده انا جاي لك كمان. قالوا له كمان تعالى يا عم الحاج الاصابات العضليه، قلنا لك قبل كده مرارا وتكرارا يا عم كولر، يا عم كولر الله يرضى عنك مدرب الاحمال بتاعك مش كويس. مدرب الاحمال بتاعك بيدي احمال زايده على اللعيبه، بتدي احمال زايده. يعني ايه لاعب بيتدرب يجي له شد؟ يعني ايه لاعب زي طاهر محمد طاهر بعالجه من الخلفيه تجي له اماميه؟ يعني لاعب علي معلول بيتدرب عادي بيتصاب اصابه عضليه؟ محمد مجدي قفشه بيتصاب اصابه عضليه. اللاعب اللي بيتعالج من اصابه بيجيله اصابه بعدها تاني، اصابه عكس الاصابه. فده كله يعني مدرب الاحمال قال لهم لا ده شغل دكتور، شغل دكتور. قال لهم ده شغل دكتور، ده مش بتاع، مفيش الكلام ده. ممكن تكون صدفه لكن ما بتحصلش كده، ما بتحصلش كده. واحنا اتكلمنا على موضوع الاصابات ده بتاع النادي مع لعيب النادي الاهلي. طبعا انا قلت لك على حته، قال لهم بقى ايه، قال لهم يعني قال لهم خدوا تعالوا انتوا هنا وانتوا بتكلموني بتقولوا لي عايزين وعايزين وعايزين، معلش يعني احنا عايزين صفقات. صفقات كده اخبار بيغلوش، عارف انت الغلوشه؟ فهو بالظبط كده بيغلوش. قال لهم طب هي فين الصفقات؟ قالوا صفقات جديده. انت يا عم انت وانت مش معانا؟ واحنا مش جبنا لك اشرف بن شرقي؟ واشرف بن شرقي ده ايه؟ هو ده مش صفقه جديده؟ ما جبنالكش جراديشار؟ جراديشار ده ايه مش صفقه جديده؟ احمد رضا ده اللي اثبت ان هو يعني صفقه لوز اللوز والله يبارك له ربيع ياسين، يا دي مش صفقه لوز اللوز، مش صفقه حلوه، هي دي مش صفقات؟ قال لهم لا اصل انا عايز بقى جناح، انا عايز جناح. يا عم جناح يا عم تهدى علينا شويه يا عم، ما تهدى علينا شويه يا عم. انت بتقول صفقات ده هو يعني هو مين اللي مشى ديانج؟ يعني خلينا كده مع بعضينا. ديانج بص عامل حاله في الدوري السعودي. مين اللي مشى؟ حمدي فتحي عامل حاله في الدوري السعودي، في الدوري الاماراتي القطري انا اسف ولا الاماراتي. ما هو اللي مشى، هو اللي ماشي. انت عندك معلش يعني، انت عندك لا انت كان في عندك نواقص في الشتاء في الانتقالات الشتويه، لا احنا سدينا الحاجات دي. ما تجيش تقول الصفقات، العيب عندك انت، العيب عندك انت مش عند مش من الاداره، لان هو بيرمي على الاداره انا طالب صفقات والصفقات ما بتجيش. لا يا باشا الصفقات بتيجي بس انت اللي عامل عبيط، انت اللي مش شايف، انت اللي جبان، انت اللي خايف. المهم يا سيدي خرجوا من الجلسه دي. طبعا قالوا له طبعا اداره النادي الاهلي متمثله في الكابتن محمود الخطيب مجلس الاداره منزعجين جدا من سوء النتائج والاداء، من سوء النتائج والاداء. المهم خرجوا يا سيدي من الاجتماع ده ولا اكن حصل حاجه، مش مقتنعين باي رد من الردود اللي ردها مارسيل كولر، مش مقتنعين خالص
ايوه انا بقول لك اهو، يعني من اللي انا قريته والرد بتاعه، لا مش موجود. كولر مش موجود. كولر مكبر دماغه. كولر في حاجه في دماغه. مارسيل كولر في حاجه، عايز تمشي امشي. فالمهم يا سيدي، خرج كابتن محمد شوقي وكابتن محمد رمضان، او كابتن محمد رمضان وكابتن محمد شوقي، يعني خلاص، يعني شايفين ان الراجل ده مش مستنين له على تكه. ايه هي التكه يا ابو سيد؟ اخفاق في اي مباراه. انت جاي لك حرس الحدود الاربع اللي جاي، بعد بكره. لو حصل اي حاجه في اي مباراه، اي اخفاق في اي مباراه، خلاص الموضوع خلص. الموضوع خلص بالنسبه لمارسيل كولر. طب النادي الاهلي يسكت؟ طب افرض مارسيل كولر مشي، هنقعد بقى ندور ونعمل لا يا باشا، فريق الاستونتج عامل شغل لوز اللوز. تم التواصل مع 4 مدربين. 4 مدربين هقولهم لك بالاسم. مين هم؟ كيروش. تم التواصل مع كيروش. تم التواصل مع حسام البدري. في كمان 2. في 2 كمان، واحد الماني وواحد هولندي. كمان السوشيال ميديا بتاعت النادي الاهلي بقى، الناس الفهيمه، الناس الكويره، جايبين لك مدرب لوز اللوز، مدرب بورتو. ايوه، قال لك يا عم الحاج الراجل ده سالك دلوقتي، الراجل ده ما فيش اي حاجه تجيبه قبل ما يفهم الفرقه وهيخش معاك كاس العالم. راجل لوز اللوز. فالنادي الاهلي مجهز اي اخفاق لمارسيل كولر. لا يا عم الحاج، في حسام طبعا، حسام بدري ده نركنه على جنب، يا ريت النادي الاهلي ما يتعاملش معاه، ولا بدري ولا قدري. لا يا عم الحاج، انت لو هتجيب حد مصري، بص علي ماهر عامل ايه، بص عماد النحاس، هات بقى، غير يا عم الحاج. ويا ريت نخلص من سامي قمصان، راجل زي الفل. نخلص بقى من سامي قمصان، نديله يا عم بقى فرصه يمسك الراجل الاول بقى في حته تانيه. ما في ناس كده موجوده، كفايه عليه. يعني كفايه، انت مشيت الراجل اللي هو كان ايه 10 على 10، اللي هو سيد عبد الحفيظ. باقي ليه على سامي قمصان؟ انا مش بجيب القصه في سامي قمصان. انت دورك ايه يا كابتن سامي؟ دورك ايه بس عشان نبقى فاهمين؟ مش انت تراجع مع الراجل تقول له خد بالك في 1 2 3؟ مش دورك تقول له لا مباراه الاهلي والزمالك دي ما ينفعش، الجماهير مش هترحمنا؟ ولا انت قاعد ساكت، ما انا بقبض وخلاص، اقول للعيبه تعمل تدريبات كذا وكذا وكذا وخلاص وكده؟ لا، المفروض المدرب المساعد يفهم المدير الفني، لو مش فاهم، بس هو المفروض ده قاعد معانا فتره، المفروض يبقى فاهم الدنيا رايحه فين والدنيا جايه منين. طيب، نخش على حته نادي الزمالك. نادي الزمالك بعد التعادل، في يعني انا عايز اقول لك ان في تم خصم 20% من مستحقات لاعبي النادي الاهلي. 20%. الاول كان اللي بيحصل ايه، هنخصم مثلا 300,000، 100,000، 50,000. فدي كانت بتظلم ناس. في واحد بياخد 15 مليون، في واحد بياخد مليون، في واحد بياخد 5 مليون. فكانت بتظلم ناس. لا يا عم الحاج، كابتن محمد رمضان الجديد قال لك هعمل نسبة 20% من ابو 15، من ابو 10، من ابو كذا، من ابو كذا، من ابو كذا، 20%. وهي ال 20% بقى تتمثل بقى، يعني لو بتاخد مليون، ال 10% ولا ال 20%؟ ال 10% يا سيدي هتبقى 100,000. هتبقى 100,000. ابو 2 مليون هتبقى 200,000. هو ده العد الصراحه اللي انا شايفه. طيب، نادي الزمالك طبعا بعد التعادل مع النادي الاهلي، نادي الزمالك فرحان، جماهير نادي الزمالك فرحانه قوي قوي. انت لو شفت يعني، اقول لك ايه يعني، دول بيزغرطوا ان يتعادلوا مع النادي الاهلي. بس لازم حاجه تخش كده، لازم حاجه، طالما في نجاح لازم يبقى في اخفاق اداري او في اخفاق في الكوره، يعني انت فاهم ازاي؟ لازم، لا يا عم الحاج احنا ما ننجحش. لازم اللي ينجح يقول انا اللي نجحت. كابتن ميدو والكابتن كابتن احمد حسام ميدو شايفين ان عبد الواحد السيد مش احسن، مش حلو في مكانه، مش هو ده. عايزين يجيبوا مين يا عم؟ عايزين يجيبوا ابو العلا، كابتن محمد ابو العلا. ايوه، زي ما بقول لك كده. قال لك لا، اصل الكابتن عبد الواحد يعني مش قايم بدوره. كابتن عبد الواحد مش هو، ما ينفعش في المنصب ده. طب انتوا شايفين مين؟ شايفين الكابتن ابو العلا. عارف انت، صاحب اجيبه، حبيب اجيبه. طب هل الكابتن محمد ابو العلا، يعني انت جبت عبد الواحد، انا ماليش دعوه ولا ماليش علاقه بده ولا بده، بس انت جبت الكابتن عبد الواحد، فهم الدنيا ماشيه ازاي، فهم الفوله شغاله ازاي، فهم المكنه بتطلع قماش امتى، فهم اللعيبه دي اقدر احتويها امتى، اقدر اوقع غرامه امتى. كابتن محمد ابو العلا لسه سنه اولى، انت لسه هتعلمه، لسه يبقى انت كده بتغرق المركب. بالله عليك يا اخي، اذا عجبك الفيديو ما تبخلش على باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، واهم حاجه زي ما قلت لحضرتك، صلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.